اسمي سوزدار ريدور. أنا من قوات يبجي. أنا انضميت لقوات حماية المرأة. تأثرت فيهم، تأثرت بالرفقات، كيف وقفتهم بين الشعب، كيف طريقة كلامهم، شلون أخلاقهم. هذا اللي خلاني أتأثر فيهم وأنضم. قوات يبجي يعني عندها أهداف كتير، عندها طموحات، عندها مساواة، عندها عدالة كتير. كمان قوات يبجي يعني ظهرت قوات يبجي مشان تدافع عن المرأة، مشان يعني الواحد يعرف حاله. يعني أولي بالمجتمع ما كنا نعرف قيمتنا شو بين المجتمع. يعني قوات يبجي خلتنا تعرف المرأة شو مثلا، يعني ما كنا نعرف حالنا شو. يعني بين يبجي صرنا نعرف إنه المرأة لها كلمة، لها قيمة، ما حدا يقدر يسكتها، ما حدا يقدر يمنعها عن شيء. يعني المرأة يعني هي جوهر المرأة، هي قدوة المرأة. أما بين المجتمع أولي ما كانت المرأة لها كلمة خالص. يعني كانت دائما عايشة المرأة بزمن عبودية، كانت ما كان لها دور بين المجتمع، ما كان لها كلمة، ما حدا كان يتسمع لها. يعني عندهم بالمجتمع المرأة ما كانت لازم تكون سياسية، ما كان لازم تكون عسكرية. يعني أنا أنصح كل مرأة تنضم لقوات يبجي، تنضم لقوات حماية المرأة. يعني بعد ما انضمينا لقوات يبجي عرفنا حالنا، عرفنا قيمتنا، صار لنا كلمة بين وقفتنا بين الشعب كيف كانت. هلا بعد ما انضمينا يعني شو اللي خلانا ننضم؟ تأثرت بالرفقات، تأثرنا بالشهداء الراحت، روحنا كتير شهداء. تأثرنا بوقفة الرفقات بين الشعب كيف كانت طريقة كلامهم. يعني كان لهم كل شيء جوهري، أخلاقهم كيف كانت، لذلك خلانا نتأثر. يعني أكثر هلا من الأهالي ومن عشائر العرب يقولوا إنه قوات يبجي يعني بيجيبوا بناتنا بالزور عم يضموهن. لا، نحن بإرادتنا عم نجي لقوات يبجي، لأنه أولي ما كان لنا لا قيمة، لا كان لنا كلمة. بقوات يبجي يعني عرفنا حالنا، عرفنا معنى المرأة شو. في تنظيم، في احترام، في أخلاق من قوات يبجي. يعني قوات يبجي فيها كل المعاني المنيحة. ونحن راح نضل نقاوم، وراح نضل متقدمين، وراح نضل عندنا إرادة. وهدفنا نحن الوحيد، هدفنا إنه نحرر هالمناطق ونبعد كل عدو عن هالقوة هاي. وإن شاء الله راح نضل مقاومين، وراح يكون عندنا إرادة، وما راح نستسلم، وراح نكون إيد واحدة وقلب واحد. وما راح نعطي أراضينا لأي عدو، ما راح نسلمها لأي عدو. وراح يكون عندنا إرادة ومقاومة أكثر، لأنه نحن رفاق هون نحن كلياتنا واحد. تراد وعرب ما بيناتنا فرق، نحن كنا إيد واحدة وقلب واحد. وراح نكون عندنا مقاومة، وراح إن شاء الله النصر. وإن شاء الله السنة الجديدة كمان أنا يعني يكون إن شاء الله هدفنا نحرر المناطق هاي وما بنستسلم. بعطي إشارة نصر، وراح نضل منتصرين، وراح نضل مقاومين أكتر، لأنه عنا إرادة أقوى نحن.